إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. ياما انت فين ياما؟ انا هنا يا بنتي يا هني، تعال في قط الخبيث. ايه يا ست الحبايب يا حبيب، ايه بتعملي ايه دي من الصبح بدري؟ سلامة نظرك يا حبيبتي، بخبز عيش فيه ايه؟ في كل خير يا حبيبتي. عايزة اجي اساعدك ولا حاجة؟ لا يا اختي انا خلاص خلصت اهو، مش شايفة العيش قدامك. ربنا يخليكي لي يا ياما يا رب، وما يحرمناش منك ابدا. الدار دي كليتها ملهاش اي لازمة من غيرك. عايزة ايه يا هنية؟ قول على طول، انا مش ناقصة لف ودوران. على طولك دي قفشاني على طول يا ولية. قولي يا حبة عين، عاوزة ايه؟ هو احنا يما هنبدأ في التسويق امتى؟ بكرة ان شاء الله. طب ومشي انت قلتيلي ان انا هجيب ساعات، تيجي تساعدني؟ ايوه قلت. طب انا بقى هروح اجيبها واجي. ما انا بقولك بكرة يا بيه، هو انت بتسمعني ولا ايه؟ لا سامعاك، بس بصراحة انا متوحشة قوي، هروح اقعد معاها شوية وهجيبها واجي. ايوه يقولك دي. ماشي ماشي يا هني، خلاص روح اجدي بالسرعة دي. لا ما انا عارفة ان هم منكدين عليكي بقالك فترة، روحي يا حبيبتي فكي عن نفسك. ربنا يخليكي يا ام، انا ماليش غيرك والله في الدنيا دي كليتها. طب ما تجيبيها يا بنتي تقعد معاكي ليه؟ انت ليه تروحي تقعدي معاه؟ ما هي كده كده هتجيلك. لا يا ام، انا عايزة اقعد معاها على وجانك دي، عشان انت عارف هنا الضرب الزحمة جو وانا ما بعرفش اقعد معاها ابدا. خلاص يا حبيبتي اقعدي معاها دي وسلمي لي على خالتك جو جو. ماشي يا ام، يوصل والله. عايزه حاجه من بره اجيبها لك معايا؟ لا يا حبيبتي سلمي لي على خالتك بس، وعلى ساعات كمان، وقولي لهم ان امي بتسلم عليكم وبتعالوا اقعدوا معاها شويه. ماشي يلا، عن اذنك. اذنك معاكي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ام. تروحوا وترجعي بالسلامه يا هنيه، الدنيا ما بقاش فيها امان، كله بيخطف في كله. صباح الخير، ازيك يا ام هنيه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انت بتعملي حاجه ساعدك؟ لا يا حبيبتي انت مش هتعرفي تعملي الحاجات دي، وبعدين انا خلصت خلاص. هنية كانت جايه تساعدني وقلت لها روحي. انت روحي شوفي جوزك عايز ايه، وبعدين ابقى لما احضر الفطار هبقى اناديكي. ما ينفعش يا ام هنية، انا بقالي اسبوع معاكم وما بعملش حاجه، عايزه اساعدك انت بصراحه. الله يخليكي يا فات، انت والله ما في منك ابدا. أنا واحدة واحدة يا حبيبتي هعلمك كل حاجة. خلاص ماشي، أنا هقعد معاكي هنا وانت هتعلميني كل حاجة، بس ما تقوليش اطلعي بره، أنا هقعد هنا وهشوف. خلاص يا حبيبتي، اسحبي كرسي وتعالي اقعدي جنبي. هو كده كويس، هقعد هنا واتفرج، ولو عايزة أي مساعدة قوليلي لو حاجة أجيبها أو كده. خلاص يا حبيبتي انت عددك بس كفاية والله، اديك مسلياني. الحاجيني يا ام هني، الحاجيني. فيه يا نهد انت كمان، عايزة ايه؟ مش انا قلتلك جميل متجوز وانت قعدت تقولي لي الا ده بيكذب عليك وبيضحك عليك؟ لا بجد طلع فعلا متجوز. ايوه، وقال لاخوي ان هو كمان ساب لي الدار كليت اللي فوق واللي تحت، وان الشقه مكتوبه باسم، وان هو مش عاوز حاجه، حتى لو عايزه اتطلق واعمل كل اللي انا عاوزاه، وان هو خد لها شقه بره وهيقعد بره معاه. يا حبه عيني يا بنتي، خلاص اديك طلعتي بالشقه وبالدار كليتها لعيالك. لا انا ما كنتش عايزه الدار، بس خلاص بقى هعمل ايه؟ انا ما قداميش غيرك دي. خلاص يا نهد ابيعي الدار كليتها عشان هي هتفكرك بايه؟ بذكريات وحش، وتعالي هني خدي دار هني جنبين وجوزي عيالك واقعدي معانا. ايوه فعلا دي فكره هايله، فكره حلوه فعلا يا مهني. خلاص ماشي انا هعملك دي. مالك يا بيه مسكت راسك دي كده ليه؟ مش عارفه يا مهني، حاسه ان الدنيا كلها بتلف بيا. ايه طب اسحبي كرسي اقعدي ده انا ايدي كلها عجين، اقعدي. يا بيه في ايه؟ مالك اتلوتك ده ليه؟ الحاجيني يا ام هنيه. مالك يا نهد؟ يا بت فوق، يا بت فوق، يا نهد، يا بت. طب قولي حاجه طيب.
الحقونا يا ناس، الحقونا يا عالم. يا نهد قومي، مالها دي؟ ايه اللي حصل لها؟ مش عارفه يا اختي، تلاقي بالزعل، اصل بقالها كام يوم ما بتاكلش ولا بتدوق الزعل. يا بنتي يا نهد، طب ردي عليا. طيب نهد في ايه يا بيه؟ مالها يا بنتي يا نهد؟ يا بنتي رد عليا. يا سعيد، يا محمود، تعالوا بسرعه. في ايه يا جماعة؟ في ايه يا مالها نهد؟ مش عارفه يا ابني، وقعت فجأة. فيه يا ام هنيه؟ والله ما اعرف يا ام، هي جت كده وكانت بتتكلم معانا وفجأة واحده وقعت في الارض. بصوا يا جماعة، بصوا على النهج دي، خليها تاخد هوا. تعال انت واخوك شيلها حطها على السرير. ماشي يا وسعوا بس عشان نعدي. يا نهد، يا بنت فوق، يا بنت فيك ايه؟ طب حد يجيب لنا بصله ولا حاجه يا جماعه. يما بصله ايه وبتاع ايه اللي بتقوليه دي؟ ايه ده البنت تعبان وفاقده الوعي خالص، عندها زي هبوط ولا حاجه، ما بقالها كام يوم ما بتدوكش الساد. وانت سايباها ليه يا بوم؟ سايباها ليه؟ ما بتوكلهاش ليه؟ ومش بتقولي ليه اللي هي ما بتاكلش؟ انا مالي يام، انا امبارح حاولت اوكلها والله، وجبت لها الاكل لحد عندها وفضلت اوكلها وما رضتش تاكل برضه، ضحكت علي. واجي اقول لك ايه؟ هو انت محتاج حد يفكرك ان باكل بنتك؟ انا دماغي فيها الف حاجه. ايه دي؟ ما تقوليش ليه يعني، وانا هعرف منين ان هي ما بتاكلش؟ دي كبيره مش صغيره يعني عشان تزهق. دي عندها رجال، ايه يعني مش مراهقه يعني؟ يما مش بالمراهقة ياما، قلبها القاس، انت عارفة انها كانت بتحب وبقالها كام يوم ما بتاكلش، فطبيعي يا جماعة ان هي يغمى عليه. المفروض نجيب لها الدكتور يعلق لها حبة محاليل. عندك حق يا ام هني. استني بقى يا محمود، يا محمود، روح يا محمود نادي ايه الحاج جرجير اللي هو ايه نصيد الشارع يجي يعلق لها حبة محاليل. الحاج جرجير ايه يا احنا عايزين صيدال يجي يحلق لها. الحاج جرجير قال روح يا واد يا محمود على الصيدليه اللي هي على اول الشارع، نادلنا اي واحد فيها يجي يعلق لها محاليل. لا انا هروح على مول المستوصف اجيب لها دكتور. خلاص ماشي، هات لها دكتور احسن برضه. ماشي، مسافة السكة يا جماعة. اهدي يا جماعة، هي مالها ناهد يا جماعة؟ اهدي، محدش قال لي ليه. نقول لك ايه يا بنت؟ هي فجأة مرة واحدة وجعت، واحنا نعرف حاجة يعني عشان نقول لك؟ يا نهد رد عليا يا حبيبتي. ما بتردش على حد يا بنت والله، مش عارفة ايه اللي جرالها. هي يما بقالها كام يوم ما بتاكلش ولا بتنام، فاكيد وقعت يعني وتعبت. ماني بصراحة بقولك دي محدش مصدق. مصدقينك يا اختي، مصدقينك، بس احنا هنعمل ايه عند الوقت؟ ما احنا بعتنا نجيب الدكتور. ما تقومي يا بنتي يا فاتن تستريحي شوي احسن ما انت قاعدة دي. تستريح ايه؟ ما فيش حد يستريح طالما بنتي تعبان. خلاص خليكي قاعدة. خلاص يا ماما ما تخافيش، هي ان شاء الله تبقى كويسة دلوقتي. يا رب يا سعيد، يا رب، ده انا ماليش غيرك انت واخواتك. يا رب قومها لي بالسليمه يا رب. ان شاء الله يما تبقى كويس، انها غلبانه وربنا كده هيقف معاها. ما تخافوش يا جماعه، هو اللي عندها بس حبه هبوط ودلوقتي هتبقى زي الحصان. يسمع من بقك ربنا يا ام هنيه يا رب. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ هي فين المريض؟ هني يا اخوي، تعالى بس. بعد اذنكم يا جماعة، اللي مالوش مكان في الأوضة يطلع بره، عشان كده بتسحبوا الأكسجين مني. انا هطلع عن اذنكم يا جماعه. تعالي يا ام هنيه جنبي، تعال وانت كمان يما تعالي هني على السرير. مالها بقى مريضتنا؟ حصل لها ايه يعني؟ وقعت ازاي؟ حصل لها ايه الاعراض اللي كانت عندها؟ هي دكتور بقالها بتاع 3-4 ايام دي ما بتاكلش ولا بتيش ولا حتى بتنام، وفجأة دي راحت وقعت. ما طبيعي يا جماعة ان هي توجع، يعني مش طبيعي. ايه اللي انتوا بتقولوه دي؟ وسايبينها 3-4 ايام ما بتاكلش ليه ولا بتيش؟ ازاي تسيبوها دي؟ هي زعلانة شوية يا دكتور وجاب منع الواكل. بعد اذن الرجالة اخليهم يقفوا بره. ماشي يا دكتور، احنا طالعين. ماشي على الاذن. طمنا بسرعة بس يا دكتور عشان احنا قلقانين. منا بقى يا دكتور، طمين، البنت عندها ايه؟ ما تخافوش يا جماعة، ما تخافوش، كله خير ان شاء الله. هي يا دكتور البنت ما فقتش ليه؟ لا انا اديتها حقنة وان شاء الله شوية وهتصحى. اللي عندها يا جماعة مش هبوط ولا حاجة، اللي عندها ما شاء الله ما شاء الله حبلة ما شاء الله. ايه ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله. شوف حكمة ربنا يا جماعة، شوف. عن اذنكم بقى يا جماعة، انا هطلع بره وهقول ان شاء الله لمحمود ولسعيد كمان على الدواء اللي هيديهولها. خلاص ماشي يا دكتور، شكرا يا دكتور. شوفي سبحان الله، سبحان الله، الوقت اللي هتطلق فيه تطلع حبلة فيه. سبحان الله، ده اكيد اشارة من ربنا عشان ما تطلقش. والله يا ام هني شكلها كدي. انت بتقولي هي دي ناهد هتزعل قوي عشان جوزها سابها يعني وهي حبلة. عندك حق يا بيه، هتبقى محتاجة قوي اليومين الجايين دول. هنعمل بقى نصيبها وخلاص. يا جماعة ممكن دي اللي تخلي جميل يرجع ويبقوا كويسين. يمكن دي تكون إشارة من ربنا
اكيد ربنا ما بيجيبش حاجه كده وخلاص. ممكن والله يا ام هنيه يسيب البت اللي معاه دي ويجي رجيح ويعيش مع مراته واولاده. والنبي حد يسيب القمر دي راحت دي قمر وطيبه وغلبان. والله طيبه وعلى نيات وبتحبه قوي قوي. والنبي انا جوزي لما اتجوز يا اختي قلت له غرفه داهي انت واللي معاك وعيشت حياه. انت يا صفيه يا حبيبتي ما عندكيش قلب يا حبيبتي ولا بتحسي ولا عندك دم كمان. ما تتعد لي يا ام هنيه في كلامك. ايه اللي بتقوليه دي؟ يعني انا بكذب يعني يا صفيه؟ انت فعلا ما بتحسيش ولا عندك دم ولا عندك قلب كمان. هخليكي يا اختي تحسيها قريب وبتقولي لنا الموضوع دي في قلب واحساس ولا لا. عادي مش فارقه والله، كل واحد عادي يا حبيبتي. بدل ما تجوزيه واحده بيجوزيه 4. وقعدي ساكته بقى، انا مش راضيه اقوم. لا قومي يا اختي قومي، اصلي اخاف يعني. خلاص بقى يا بنت انت وهي مش وقت. انا ساكته بس احتراما لما الحاجه وكمان لنا اللي انت بقى مش وقت. وانا كمان والله. السلام عليكم، ازيك يا خالتي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه خالتي. يمت ما افتكرتيني يا اختي. معلش يا خالتي والله العظيم الموضوع اللي في البيت تشيب الراس، هنعمل ايه يعني؟ بس انا عمري ما انساك ولا انت ولا ساعات. ده احنا عندنا في البيت حبه مهرجانات. انت هتقولي لي ما انا عارفه عشان كده هربت على طول. اصلا يا بيه انا وعماتك عمرنا بصراحه ما اتفقنا، وقلت لامك كتير وقلت لها دوت لاج اصل ايه امه واخواته فظاع. بلاش يا ام هنيه ابدا. بحبه يا بابا بحبه يا بابا. خلاص بقى تلبسوا كول. والله يا خالتي مطلعين علينا الاسود والازرق، وكمان بيني وبينك دي عايزين يجوز ابوي. يا نهار ازرق. طب وامك ايه فيها ايه يعني؟ امك فيها حاجه معيوبه؟ دمك زي القمر وطول حياتها عايشه تحت رجليهم. ايه الناس دي؟ صح يا جماعه البطران سكته قطران، هيعرفوا قيمتها بس مش دلوقتي. والله يا خالتي عايزين يجوزوه. اللي اسمها جمالات دي اللي احنا مش عارفين لها ولا اصل ولا فاصل. بس انا بقولك ايه، مسكت عمتي وشديتها، والله شديتها من ودانها، خليتها كمان تعتذر لامي. شاطره يا بيه، ما انت بتجري في دمك دمهم كمان، واكيد انت كمان عقربه زيهم. والنبي يا خالتي ما عارفه اقولك ايه، ده ذم ولا مدح دي؟ يعني دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ هي حاجه مخلطه، حاجه وحشه عشان من دموه وحاجه حلوه عشان من دمينا. ماشي انا بصراحه ماشيه معاك، صح غلط غلط، ما دام حاجه وحشه عليهم يبقى خلاص. قولي لي يا بيه وايه كمان؟ يعني امك وافقت؟ امي مش موافقه ولا حتى ابويا موافق، هم عايزين يجوزوه عشان ايه؟ عايزين الواد. لا والله وجايين يفكروا في الواد دلوقتي. ايه والله يا خالتي، اصل بصراحه فتحوا الموضوع دي بعد ما امي اكيد كدبيتها وقالت ان هي حامل. ما انت عارفه الموضوع دي. ايوه عارفه، مامك كانت جايلالي. فهم من ساعتها بقى مسجين عايزين الواد ولازم نجوزك يا سعيد، وسعيد يقول لهم مش عاوز، وام هنيه تقول مش عاوز. يا عيني عليكي يا ام هنيه يا حبيبتي، يا عيني عليكي والله. وقعتي في حبه عقارب مش هيسيبوكي في حياتك ولا حتى في مماتك. وراح ربنا يا خالتي في نفس اليوم ردها في بيتوم في عمتي ناهد، جوزها اتجوز عليها الخدامة بتاعتها. يا خراب ابيض، اتجوز عليها الخدامة؟ ايوه والله يا خالتي، احنا كلنا فاجئنا برضو كدي. مع ان جميل دي كان بيموت كدي في التراب اللي بتمشي عليه ناهد. زمن غدار بعيد عنك وربنا ما بيسيبش. اصل امي دعت عليه والله العظيم في نفس الليلة، في نفس الليلة. ايه ده الليلة ما كملتش وكان ايه الخبر واصل له. امك يا اختي بايته على السجاد، وبعدين ناهد هي راحت معاهم خطبتها لهم ولا ايه؟ عمتي ناهد مش موافقه، بس ايه هي من النوع اللي شدنها معاهم وخلاص، هي ما تعرفش حاجه بس هي بتطويحهم. ايوه ما انا عارف، هي غلبانه وبتروح مع اللي رايح وبتجي مع اللي جاي. والله ما كنتش اتمنى ان هي تيجي فيه. كنت عايزه اخد رايك دي في حاجه يا خالتي. قولي يا حبيبتي عايزه تقولي ايه؟ ايه رأيك في الواد مهند اللي البت ساعات؟ انت موافقة ولا لا؟ انا بصراحة سمعت ايه عمتي بتكلم امي على الموضوع دي، انا حبيت اخد رأيك ايه؟ صراحة ناهد كويس وكمان ولدها كويس، بس وراهم العقارب دول ومش هيسيبوها في حالها. لا ما تخافيش، عمتي ناهد عايشة لوحديها وفي مصر مش هني. ايوه ما انا عارف، بس ما دام جوزها اتجوز عليها يعني مش هتقعد في دار. لا ما عم جميل كاتب لها الدار كليتها باسمها
وبالعفش كمان. كاتبولها كمان من زمان وهي عارفة، والدار كلتها بتاعتها وبتاعت عيالها كمان، وبني لهم اللي دوارهم وضابها. ما شاء الله يا ما شاء الله، ده غلبان والله. والله غلبان، وكمان متجوز ومش عايز يتجوز. ده هو كان بيحبيه، بس هي بتسيبه وبتيجي تقعد عندنا هني باللوش. انا سمعت ابوي وسمعت سيتي هما بيهزجوها على الكلام دي. يا لهوي، في واحدة تسيب جوزها كل المدة دي لوحديه وكمان معاه خدامة في الدار؟ ايه يوم كلهم كانوا عمال يزعجوا لها دي ان هي تسيبه ازاي كل المدة دي لوحده. مش عارفة يا اختي، يلا اهي جالها نصيبها. بس الواد مهند دي لو اتقدم مش عارفة بصراحة اوافق ولا لا. اصل سيتك وكمان اسمها صفية دي الشيطانة الكبيرة راس الافعى، مش هيسيبوا بنت في حالها. لا يا خالتي ما تخافيش، انا في ظهري. وبعدين بقول لك ايه، هي هتعيش في مصر يعني مش معاه، يعني اخرهم يتكلموا مرة في الاسبوع. الله اعلم يا بنتي بقى، اما نشوف اخرتها ايه. قولي يا بيه، مرات عمك المصراوية وصلت؟ بيقولوا عليها بيت ان هي حلوه قوي، بيضك دي وشاقره، وكمان بتلبس ايه، استغفر الله العظيم يا رب، حاجاتك دي قصيره دي وبتخرج بشعرها. ايوه ده حقيقي يا خالتي والله. دي جت عندنا كانت بتنور دي وحلوه قوي وشعرها كمان اصفر، وكمان ايه لابسه حاجات قصيره دي. وراحت ستي بقى وديتهم من منجي خيار هي وعم محمود، وكمان كانت عايزه تطلقهم. اهي دي بصراحة اللي عايز تتطلق مش هنقدر، بس هم بيقولوا ان هي حلو، بس الواحدة تبقى حلوة لجوزها ولبيتها. لا بصراحة هي من ناحية حلوة فحلو، وكمان متكلمة دي وتعرف تكلك بالكلام كده هو تبليفك. ما هم دول بنات البندر بيبقوا متعلمين وايه، مش زينا خايبين ونايبين وقاعدين في الدار. اما الفيلم صحيح البت الخايبة النايبة الكبير، البت الخايبة النايبة نايمة يعني مش صاحية دلوقتي. يا خسارة ده كنت عايزة اقعد معاه، مش الصحية بقى على طول. هتقولي لي يا خالتي الباشمهندس احمد دي ما سجلش يعني ولا اتكلم؟ يبقى هما شكلهم كده صرفوا نظر. شكلهم كده. روحي انت بقى صح البت ايه سعادك دي واقعدي معاها شوي. ماشي. امي بتقولك ان انا اخدها النهارده تبيت معايا عشان نصحى ان شاء الله نعمل التسويق، وبتقولك ما تنسيش تيجي انت كمان. الف مبروك يا بنتي يا هني، والله فرحانه لك من قلبي. بس اعذروني معلش كدي مش هقدر اجي عشان انت عارفه عماتك مش بيسيبوني في حال. لا والله يا خالتي لو ما جيت لا ازعل منك، وانا ما اقدرش على زعلك يا بنتي هني. لو قدرت ان شاء الله هحاول ان شاء الله اجي. ماشي يا خالتي، انا راح لصاحب البت سعاد واقعد معاها شوي. عايزه حاجه؟ لا يا حبيبتي روح وانا راح اكمل اكل. ماشي عن اذنك يا خالتي. اذنك معاكي يا حبيبتي، البت رغايه عامله زي اميه. قول لي يا سعيد، هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني احنا هنكلم جميل نقول له ولا هنسكت؟ احنا ما ينفعش نسكت والله. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا بصراحة شايف ان احنا نكلمه ونقول يمكن الموضوع دي يحل يعني المشاكل اللي ما بينهم. تفتكر يعني الموضوع دي ممكن يحلوه؟ ممكن. هنجرب دلوقتي وهنفهم. الو ايه يا جميل؟ عامل ايه يا جميل؟ ايه يا حاج سعيد عامل ايه؟ وانت ايه اخبار؟ احنا الحمد لله بخير. كنت بصراحة عايز اقول لك حاجة دي، تقبلتها مش تقبلتها خلاص. قول يا حاج سعيد، قول يا حبيبي، عايز تقول ايه؟ صراحة البت ناهد النهاردة صرختك دي ووجعت وجبنا لها الدكتور. انت بتقول ايه؟ ليه يعني؟ ومالها دلوقتي؟ الدكتور قال لكم ايه؟ ما تخافش ان شاء الله كله كويس. احنا جبنا لها الدكتور وطمنا عليه وقال ان في عيل في بطنيه. عيل؟ يعني انت تقصد ان هي حبلة؟ تقول كمان ان هي داخلة على الشهر الرابع واحنا ما كناش نعرف. ماشي يا حاج سعيد كويس، بس ان انت ايه قلت لي الكلام دي. انا ان شاء الله هركب عربيتي وهجي لها الصبح بدري ان شاء الله. لا ما تجيش، هي مش عايزه بصراحه تشوف وشك بعد اللي انت عملته، ويمكن ايه لو جيت وشافيتك حالتها تسوق. لا انا هاجي وكمان ان شاء الله هحل كل حاجه ان شاء الله. الصبح دي هاجي انا وعيالي. خلاص يا جميل، اللي في الخير يقدم ربنا. يلا مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا حاج سعيد، عن اذنك. قال لك ايه يا سعيد؟ قال لك ايه يعني؟ قال لي ان هو الصبح هيركب هو وعياله وهيجوا يطمنوا عليه، وقال لي كمان ان هيحاول يحل الموضوع. يا رب يتحال ونخلص من الموضوع دي ان شاء الله. هيتحال يعني هي هتفضل قاعده دي؟ يمكن دي اشاره من عند ربنا اصلا عشان الموضوع يتحال. يمكن والله. دي البت ناهد دي انا بحسها ان هي زي بيتي والله، غلبانه قوي طيبه قوي، واهم من كل دي بتحب ومش عايز تخرب دارها.
يلا الحمد لله. انا زعلانه جو والله يا جماعه، زعلانه جو على البت ناه. لا ما تزعليش يا اختي، بكره ان شاء الله جوزها هيجي وهيشوفها وهيحاول يصلح كل حاجه ان شاء الله. هو قال لك الكلام ده يا محمود؟ يعني ان شاء الله كل حاجه هتحل بكره ويمكن يطلق كمان. ايه البت دي؟ يمكن يطلقها فعل ويرجع لمرته وولاده. ايوه يمكن دي اشاره من ربنا، هو اللي مدبر كل حاجه. ونعم بالله، ممكن فعلا. اصل موضوع الحبلة دي اجالنا كده مرة واحدة، ولا كان على البال ولا كان على الخاطر. ربنا يصلح لها حالها، دي غلبانه والله غلبانه ومالهاش في اي حاجه. بس تبقى اتعلمت بقى، اتعلمت يعني ايه بيت ويعني ايه زوج، وزوجها اللي هي كانت رمياه بالاشهر هناك ما ينفعش ترميه. وان هو لما اتجوز وبعد عنها ليله واحده وعرفت ان هو متجوز ما قدرتش تقعد. ايوه والله الموضوع صعب قوي وبيوجع قوي قوي كمان. يا ريت انت كمان يا صفيه ما دام انت عارفه الوجع دي تحاولي بقى تقفلي على موضوع ايه جمالات دي وتسكتي خالص. انا مالي يا اخوي، امك اللي عايزه تجوز والله ماليه دعوه. ايوه يا اختي انت على طول مالكيش دعوه. عن اذنكم يا جماعه هروح اشوف البت ناه. يا سعيد والله ماليه دعوه بحاج، ده انا غلبانه خالص، ماليش في الحوارات دي ولا في الحديد دي. ماشي يا اختي يا غلبان، يا رب كلنا نبقى غلبانين زيك وفي نص ايه غلبوتك دي.